ضمن الحفلة الموسيقية لفرقة حميد المرابط شاركت الفنانة فاطمة الزهراء القصيري. المشاركة فعالة وهي أستاذة لك كلمة. شكرا لكم. غادي نقول لك كلمات. كنشكركم بزاف على هذا الاستضافه اللي معكم هنا في هذا الحفل، هذا الحفل الرائع ديال الثقافه. كنشكر جمعيه الشموع، انا تلميذه ديال جمعيه الشموع الموسيقى. كنتعلم كندرس الموسيقى على جمعيه الشموع، كندرس العود، وكنتمنى تكون المسيره ديالي ان شاء الله موفقه. وانا باقي عاد في البدايه، نتمنى من دابا الفوق يكون شي حاجه مزيانه. شرتي صامت حول الجمهور؟ نعم، شرتي صامت ديالك حول الجمهور اللي حضر؟ الجمهور اش غادي نقول لك، الجمهور ما شاء الله عليه كان في المستوى، كيشجعونا بزاف، كنشكرهم بزاف بزاف. إذا كانت يعني مشاركة فنانة خارج مدينة تطوان عندي أعمال في مدينة الرباط. عندي أغنية 4 أغاني. عندي أغنية على تطوان، عندي أغنية على وطنية، عندي أغنية عاطفية، وعندي أغنية على الأطفال. مسجلين عندي أغنية كذلك كيلحن محمد شفيق، هو اللي لحن لي الأغاني. التوزيع كيكون رضا الإدريسي، والأغاني كل أساسي اللي قام بهذا الأغاني اللي عملت. كنشكرهم كاملين، كنشكرهم واحد واحد. شكرا. الفنانة تسمى لها كمغنية، ولكن مسألة أخرى هو أن عزفها على العود ما شاء الله عزف متقن بإبداع وبهذا. يمكن تشوف واحد لقطة فيديو تعزف على العود. على من تعلمت آلة العود؟ واش في تطوان ولا في تعلمت ينبغي الإشارة؟ العود أنا باقي كنتعلم، يعني باقي ماشي شي عازف ماهر، ولكن مبتدئ. يعني كنجلس مع فرقة الشموع باش الشيء اللي عندي كنعطيه. كنحفظ بعض الحاجات، بعض الحاجات يقدر ما يكونش عندي كلشي في العود. يعني أنا باقي مبتدئة. العزف تعلمت مع الأستاذ الرادي. الأستاذ الرادي غني عن التعريف تطوان، وكذلك الأستاذ رشيد. وتعلمت في دار الشباب مع جوق الشباب، بعض الأعضاء جوق الشباب، منهم الأستاذ رشيد القماص، هو اللي كان علمني كيفاش نبدا باش نتعلم في العود هذا. ومن بعد مشيت قريت، وحاليا دابا عاد دخلت المعهد الموسيقي باش نكمل على العود ان شاء الله بحول الله. مسيرة موفقة ان شاء الله، والتوفيق، ونتلاقاو في مناسبات اخرى ان شاء الله. تفضل.